عايز اشارك معاكم قصتي النهارده اللي خلتني على بعد خطوات بسيطه جدا واسمي يتسجل في السجل الجنائي هنا في المانيا. كنت بسوق في شارع ضيق شويه وعربيات كتير كانت مركونه فيه، وانا بلف وارجع لان الشارع كان غلط، فخبطت عربيه غصب عني عملت فيها خدش بسيط جدا. المهم انا وقفت حوالي ربع ساعه ادور على صاحب العربيه وما لقيتهوش، وقعدت ابص كتير واشوف، لكن الشارع اصلا للاسف ما كانش فيه بيوت كتير او ان انا اخبط على حد او اشوف العربيه دي صاحبها مين. وللاسف في اليوم ده كان ورايا ميعاد لازم اروحه. هو ده مش عذر، ولكن للاسف اخدت بعضي وسبت المكان ومشيت، وقلت ان انا هرجع تاني الصبح بدري اقف جنب العربيه لحد ما صاحبها ياخدها وهو رايح الشغل مثلا، او ان هو يجي يبص على العربيه. وعشان الحادثه كانت تافهه جدا بتتصلح بحوالي 50 يورو، ده اللي خلاني اخد قرار زي كده. وكمان دورت في العربيه بتاعتي على قلم او اي حاجه ان انا اسيب رقم تليفوني، ولكن للاسف ما لقيتش قلم ولا اي حاجه ان انا اقدر اسيبها على العربيه. المهم لما روحت البيت لقيت الساعه 5 الصبح قبل ما انا اروح للشخص، لقيت البوليس جه وبيخبط على الباب وبيقول لي ان انا عملت حادثه امبارح بالليل وخبطت العربيه. قلت له ايوه ده حصل، ولكن انا وقفت استنى صاحب العربيه كتير وهو ما جاش. قال لي مفيش الكلام ده، كان المفروض تتصل علينا واحنا نيجي نسجل المحضر او نكتب البيانات بتاعتك ونتصل عليه ونديها له والموضوع يخلص مع التامين بتاعه. فالبوليس في الحاله دي اضطر يسجل محضر اسمه اونفالف فلوخت، واتكلمنا عليه قبل كده في الحلقه. فروحت جري للمحامي وقلت له على الموقف اللي حصل، فاكتشفنا الحمد لله ان الشخص اللي عمل بلاغ راح قال لهم بعد كده ان انا بالفعل وقفت كتير ولكن ما سبتش اي بيانات عني. المهم المحامي كلمني بعدها بفتره وقال لي ورقي وصل للنيابه والنيابه هتاخد حكم قدامي، ولكن مش هيكون قاسي قوي. وبالفعل هم غرموني 1000 يورو، والحمد لله ان انا ما اتخذش قدامي اي اجراء قانوني او الملف بتاعي دخل السجل الجنائي. ومن بعد الموقف ده خلاني اهتم بكل القوانين اللي موجوده في المانيا وادور عليها واشوفها في حياتي اليوميه. لو انا بعمل اي حاجه لازم ادور على القانون بتاعها. خلي بالك يا صاحبي، الموضوع مش سهل انك تخبط عمود نور او تخبط سياره او تخبط اي حاجه ولو ما لقيتش خدوش او شفت ان الموضوع سهل تاخد بعضك وتمشي. فشارك الفيديو مع اي حد لسه ما يعرفش القانون ده.